تعالَ أقول لك وصلت C1 إزاي في الألماني، مش قصة بقى تفوّق ولا الخارق اللي ما فيش منّه، لكن الموضوع كان قصة صبر ومعافرة كبيرة جدًا. خلّيني أبدأ برقم مهم أوي وهو اللغة. اللغة في مصر أخدت معايا سَنة و7 شهور بالامتحان، مش كام شهر ولا كورس سريع ولا إنجاز وهمي ولا كورس مكثّف شهرين 3 والّا 6 شهور. من أول يوم كنت باذاكر في المتوسط حوالي 4 ساعات كل يوم، وكنت باشتغل على ال4 مهارات مع بعض، مش جرامر بس ولا اعتماد على نماذج محفوظة وخلاص. أكتر حاجة كانت مأزّماني بجد مش على قد صعوبة اللغة ولا صعوبة الجرامر ولا الكلمات الغريبة اللي عليّا، لإن أنا عمري في حياتي ما سمعت ألماني ولا اتكلمت ألماني، ولكن كمان إن ما فيش مواعيد امتحانات غير بعد 9 شهور. كنت خلاص في بيت سيفاي عايز أحجز للامتحان وأحضّر للامتحان. في الأول اتخضيت، بس بعد كده فهمت إن ده وقت زيادة على مهلي أقدر أكمّل فيه B2 وأحضّر الامتحان صح وأدخله وأنا فاهم مش حافظ. كانت نقطة فاصلة كبيرة جدًا معايا. الضغط طبعًا كان كبير جدًا، فلوس، مصاريف، خوف من الامتحان أو إني أسقط فيه، تجهيز بقى الورق والسفر ومجهول جاي ما أنتاش عارف أنت داخل على إيه وإيه اللي مستنيك. فوق ده بقى كله يا مولانا الشغل. قصة الشغل دي بقى يا مولانا لوحدها تقطّع القلب وتخلّيني ما افكّرش في أي حاجة خالص غير إني أنام، ولكن أنا كنت واخد الموضوع تحدي، وقُلت مش هيوقّفني عن حلمي ده غير قضاء وقدر ربنا. كنت أوقات باشتغل من يوم الجمعة بالليل لحد يوم الأحد الساعة 02:00 وأدخل أنام من الساعة 02:00 لحد الساعة 03:00، أصحى أشرب كوباية القهوة وأطلع على الكورس في مصر الجديدة الساعة 04:00. الكورس يبدأ وأخلّص على الساعة 06:00، أرجع تاني العباسية، آكل أي حاجة برّه، غالبًا كبدة من عند أولاد حماد اللي في ميدان العباسية أو fried chicken من المحل اللي جنبهم هناك كده. كانت أي حاجة تقوّي الواحد وتخلّيه يكمّل معافرة عشان أعرف أرجع على shift تاني من أول وجديد من يوم الأحد بالليل لحد يوم التلات الصبح متواصل شغال جوّه الرعاية المركزة. أخلّص التلات الصبح أطلع على وحيد بتاع الفول في رمسيس، أفطر فول وبطاطس جمبري وشغل تحنيش من اللي قلبك يحبه، وأضبّط نفسي كده. وأحيانًا كنت باكل من عند علي بركة الله أو علي بركة زي اللي بتاع الكبدة اللي في رمسيس. ما أعرفش إزاي كنت باعمل في نفسي كده، ولكن كنت أطلع تاني على مصر الجديدة للكورس. طبعًا العبث لسه قايله من شوية وقّفته خالص من أول B1 لإن أنا حسيت إن أنا باهجّص ومش هاعرف أذاكر، بالذات لمّا المستوى تقِل عليّا من أول B1. وقلة النوم وعدم التركيز صراحة وحشة جدًا، خصوصًا إن اللغة بتبدأ تتقل جامد أول الB1. فنمت على نفسي مرّة وأنا في المحاضرة. البيت كنت باشوفه قليل، غالبًا أربع وخميس بس، كان غالبًا يومين في الأسبوع، بس كنت باستغلّهم طبعًا في المذاكرة. مشترك في تطبيق عشان أتكلّم مع native speaker، مذاكرة طبعًا في المواصلات وفي الشيفتات، توقيت النوم في الشغل. بس لمّا قلّلت الشغل خالص خصّصت وقت مذاكرة كبير، وصل أحيانًا ل6 ساعات من أواخر B1 لحد B2. السماعات طبعًا كانت دايمًا في ودني شغّالة ألماني، كنت باسمع حتى لو مش فاهم، وده كان أكتر سبب حسّن عندي مهارة الاستماع. تطبيق DW اللي هو Deutsche Welle، طبعًا موقع وتطبيق ده ساعدني كتير جدًا. الموقع ده جبار وساعدني إن أنا أفهم حاجات كتير وأعرف كلمات ومواقف كتيرة جدًا. كنت منزّل طبعًا تطبيق iTalk مدفوع علشان أعرف أتكلم مع native speaker وأفُك عقدة اللسان اللي كانت عندي دي. ما كانش لسه ChatGPT موجود عشان أتكلم معاه. طبعًا شوية قنوات كده برضه على اليوتيوب. بالنسبة للامتحان كان في حوالي 25 ل35 نموذج، ذاكرتهم كلّهم واتدرّبت على ال4 مهارات على قد ما أقدر بجانب الكورس والتحضير. دخلت الامتحان يا مولانا واتفاجئت إن النموذج اللي جالي أول مرّة أشوفه، مش من النماذج اللي كنت محضّرها، دي كانت أول مرّة تحصل في تِلك معضية في الراوند بتاعي. حظي طبعًا وأنا عارفه، مُرزق يا أبو السلكان والدهب في إيدك يبقى تراب. بس علشان كنت مذاكر صح ومش مُعتمد على البصمجة، عرفت أتعامل ونجحت من أول مرّة الحمد لله وبدرجات عالية جدًا في ال4 أجزاء، بفضل ربنا طبعًا. الشهادة وتأخير صدورها اللي كان مخلّيني مش على بعضي، بدأ ضغط السفر وحرق الأعصاب والخوف إني مش هالحق حاجة. الحمد لله طبعًا سافرت. في ألمانيا وأثناء المعادلة دخلت C1 طبّي لإني جاي ناوي أكمّل معافرة وأكمّل اللغة وأحسّن اللغة وأطوّر من نفسي، وطريق معادلات كتير مش معادلة واحدة، لإني دارس في مصر كتير وكنت عايز أعمل معادلات هنا. C1 هنا في ألمانيا أخد منّي حوالي 6 شهور مع مُدرِّس ألماني، ولكن لسه ما امتحنتش علشان تحضيره محتاج نَفَس طويل لوحده. طيب لو الزمن رجع بيك يا عم شريف هتعمل نفس اللي عملته؟ آه، هاعمل نفس اللي عملته وهاهتم باللغة أكتر وأكتر، لإن اللغة هنا مش شهادة، اللغة هنا سلاح، وهتعرف ده لمّا تيجي بنفسك. نصيحتي ليك عافر وكمّل، اللي وصل مش أحسن منّك ولا أذكى منّك. حُط خطة ودوس على نفسك وحُط نفسك في حالة طوارئ واطلع من اللي أنت فيه. وأخيرًا وليس آخرًا يا مولانا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يُرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. مش عليك غير السعي، وسعيك كده، كده متشاف وهتاخد جزاؤه عاجلًا أم آجلًا. ربنا يوفقكم يا رب.